هلو هلو، جيت لكم النهارده بقى باحلى طبق كشري اسكندراني هتاكلوه في حياتكم. حاجه كده من الاخر بكل تكاته وحركاته الاسكندراني صح صح، واللي هتخليكي فيه استاذه، واحتمال تنزلي تفتحي مشروع كشري علشان تبقي كمان بياعه من كتر ما هيبقى طالع من ايدك. حاجه كده فوق الخيال. اول حاجة يلا بينا نعملها حمص الشام. هننقعه في مية بتغلي وهنسيبه على جنب شوية، وهنيجي بعد كده كمان للعدس بجبة هننقعه هو كمان في شوية مية سخنين ونسيبه كمان على جنب، ونبدأ بقى بالكشري بتاعنا على الحاجات دي ما تبدأ كده تستوي. يلا بينا. اول حاجة بقى هجيب حلة وهملاها مية وهحط فيها شوية ملح وهبدأ ارفعها على النار. في الوقت ده بقى انا كنت خلاص نقعت العدس وظبطته حوالي 2-3 ساعات، وبعد ما نقعته غسلته غسله حلوه كده. بصي هطلع لك العدس بجبه ده ولا واحده فيه مهريه ومستوي ودايب. قطعي بصلايه وشويه ملح وشويه فلفل اسود، ومش هتعملي حاجه تاني غير انك هتحطي حبه ميه صغيرين خالص. طبعا ما ننساش الكمون، وحبه ميه صغيرين خالص، يعني حوالي نص العدس. شايفين العدس انا ما وصلتش للاخر، حوالي نصه، مش زي الرز مش بنغطيه. واول ما يغلي وطي النار عليه خالص وغطيه وسيبيه، وهتتفرجي على احلى عدس هيطلع منك. الحله بتاعتنا اللي كنا حاطين لها الميه والملح هنحط بقى اول ما تغلي المكرونه بتاعتنا. وادي بصلايه مقطعاها كويس جدا، وهحط لها ملح وفلفل، طبعا ده اساسي عشان البصل ريحته ما تغيرش، وهحط لها شويه نشا. طبعا تقطعي البصل ده جوليان صغنن، يعني جوانح رفيعه جدا، وغطيها بقى بالنشا كويس جدا، وهيديكي احلى تقليه دلوقتي مقرمشه وجميله وتحفه. شويه الملح والنشا اللي هيخلوها مقرمشين جدا جدا. حاولي ان كل جزء في البصل ياخد النشا كويس جدا. وفي زيت غزير ارمي شويه البصل بتوعك واتفرجي على الجمال بتاع التقلية بتاعتك. والزيت ده مش هيترمي، ده بقى مكمل معانا لآخر الوصفة. حطي بقى يلا بينا بقى البصل بتاعك وسيبيه، ما تحركهوش خالص، اوعي تحركيه، لو حركتيه هيعجن. انا مش عايزاه يتحرك. اول ما هيبدأ يتحمر هوب يلا بينا نلمه وخلاص، هو كده اتحمر. شوية الزيت اللي هيطلعوا دول هنصفيهم. طبعا زي ما انتوا شايفين الزيت ما اتغيرش، لان انا زي ما قلت لكم احنا مغلفينه بالنشا كويس جدا. ادي انا طلعته، ما بطلعوش على مناديل، لو طلعتيه على مناديل هيطرى. بصوا القرمشه، عايزه تحافظي عليه زي ما هو كده بتطلعيه على مصفى وخلاص، اوعي تطلعيه على مناديل. هنيجي بعد كده في حله شويه زيت، وهحط الشعريه بتاعتي واحمرها كويس، وهحط بعد كده الرز. علشان تعملي رز الكشري صح لازم الشعريه بتاعتك تبقى كتير. شايفين العدس بجبه قلت لكم ازاي مستوي ومفلفل ومفهوش فرافيت. وكمان المكرونه استنيت عليها لغايه ما استوت صح، وكمان